بعد ما احنا طلعناها شايفين المنظر عامل ازاي. هنكسر كده اصبع معاكم كده اهو، بسم الله ما شاء الله، من النص كده. اللهم صل على النبي. مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. هنقرب كده على الكاميرا اهي، معلش بصور تصوير تليفون. زي ما احنا شايفين كده، اللهم صل على النبي. وشايفين الصينيه بسم الله ما شاء الله. اقول لكم ايه، لو شميتوا ريحتها والله هتقولوا احنا هنعملها على طول بالطريقه بتاعتك دي. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى هنعمل صنف ايه هخليكي استاذه فيه. انا عندي ربع كيلو كنافه هون، كان في الفريزر قلت لا انا هستخدمه. وعندي كيلو جلاش، لف الجلاش كده. هنحط الاول على الكنافه ربع كوبايه سمنه، وهنحطها على النار زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هخليكي استاذه في الحلويات، صنف حلويات بتقدميه على الفطار. كل سنه وانتم طيبين. واعذروني ان انا ما بنزلش، كان فيديوهات كنت تعبانه جدا. فانا هخليكي النهارده استاذه في الحلويات دي، جميله جدا يعني جميل. بس على طول بالتقليب كده، ما تسيبهاش علشان ما تتحرقش منك. عايزين نقلبها كده. معانا طبعا لف الجلاش حسب ما انت عايزه، حسب المقدار الصينيه بتاعتك. وهنعمل حاجه النهارده حاجه جميله جدا. بس اول خطوه معايا ربع كيلو كنافه، كنت مفرزاه في الدير فريزر، كان فايت كده من صينيه كنافه. فقلت النهارده عشان انا اعمله. طبعا احنا لما بنجيب الكنافه ونحطها في الفريزر بتبقى ناعمه جدا. انت بتفركها كده في الايد بتبقى ناعمه جدا، غير لما كنا الاول ايام ماما كنت بشوفها تمسك المقص تقعد تقصقص وتعمل، وكان تعب. دلوقتي بتبقى جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. ايدك على طول في التقليب عليها، بس مبقاش من غير تقليب. طبعا انا بعمل في العين التانيه قطر 2 كوبايتين سكر على كوبايتين ميه على نص ليمونه. طبعا انا عامله الفيديو بتاع القطر دول اكيد عندي في القناه، فانت هتشوفوه عشان كده ما عملتوش قدامكم. فانت هتشوفيه ممكن تعرفي المقادير بتاعته وعمايله ازاي من على اللينك بتاع القناه، موجود ان شاء الله. هنا اهم حاجه ما تسيبيش المعلقه، عشان بس لو انت غفلت عنها هتتحرق الكنافه، فانا مش عايزاها. انا عايزاها اللون الذهبي الجميل زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. دي هنعملها كحشو، يعني الكنافه دي هعملها كحشو. هنعمل بقلاوه بالكنافه كحشو. نحشي كده الجلاش بالكنافه وبالمكسرات. لو عندك مكسرات، ما عندكيش اي حاجه بتغني في الحشو برده، جوز، زبيب، فول مجروش، اي حاجه عندك بتبقى كويسه في الحشو. ما احنا كده شايفين. هفضل نقلب فيها، ايدك ما تسيبش التقليب عليها. طبعا زي ما احنا شايفين كده لونها هتدخل في الذهب اهو. بسم الله ما شاء الله. التقليب المستمر، ما تسيبيش التقليب من ايدك عشان ما تتحرقش. ربع كوبايه سمنه على ربع كوبايه كنافه بتبقى جميله جدا. الحشو هنحشي بيها النهارده الجلاش. خليكي استاذه كده فيه جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. هون شايفين اللون الذهبي جميل جدا. هنحط عليه بقى زي ما احنا شايفين كده. عندك مكسرات، عندك فول، عندك اي حاجه حطيها، بس تكون يعني مجروشه كده حلوه. وهنقلب كله مع بعض. جوز هند عليه وزبيب، اي حاجه انت عايزه تحشيه بيه احشي، مش هتقولك لا. مكسرات، اي حاجه زي ما احنا شايفين كده. اللون الذهبي الجميل ده فيها. وهناخدها كده لفتين كله مع بعض كده عشان تشرب من السمنه. شايفين اللون بيعمل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا اللي كان عندي الجلاش كده في الفريزر برده سايباه يفك شويه عقبال ما اعمل الخلطه.
كده هنطفي عليه بقى خلاص. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اللهم صل على النبي. كده خلاص. كده هنعمل بقى ايه؟ هنحضر الصينيه. طبعا الافضل ان انت بتعمليها كده في قالب كده كبير كده، اي حاجه كده طويله كده حلوه ولازم تعمليها فيه كده. احنا هنا فردنا فيه، هنا فردنا صينيه بتاعه الجلاش اهي، بدهنها سمنه، اي نوع سمنه انت بتحبيه من عندك زي ما احنا شايفين كده اهو. طبعا هنا الخلطه احنا عندنا اهي بسم الله ما شاء الله عليها. هنحط ايه؟ هنتني الورقه كده اهي، نتني الورقه كده من هناك كده شويه اهي. هنحط بقى ايه؟ الجلاش اللي هو الخلطه بتاعتها. هنمشي كده سلك كده على طرف ورقه الجلاش كده بسم الله ما شاء الله. هتاكلي احلى حلويات وهتبقى احلى استاذه في عمايل الصنف ده من الحلويات. ومعلش اعذروني ما كنتش بنزل انا فيديوهات الايام اللي فاتت دي، الشهر اللي فات ده، لان ايه؟ كنت تعبانه شويه. طبعا احنا بنبرمها كده، لو عندك الخل ممكن برده هيساعدك فيها، بس كده احنا ايه يعني ايه ايدينا ماشيه فيها، لان انا بعملها على طول في رمضان زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وندهنها كده السمنه كده، اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله. وطبعا لازم الصينيه زي ما احنا شايفين كده دهنينها سمنه، ولازم تكون بالطول. انا هحطها بالطول اهي زي ما انا شايفه اهو بسم الله ما شاء الله. هنعمل الكميه كده كلها كده، هعمل لكم كمان واحده اوريها لكم. طبعا انا بعمل معاكم اهي واحده كمان اهي، وبعد كده هعمل الكميه واقول لكم بقى احنا هنعمل ايه. طبعا انا عملت القطر وجهزته، والقطر ده انا ليا فيه عامله رابط في الفيديو، كنت عامله كده طريقه القطر كده جميله جدا. مقاديره سهله جدا، يعني كوبايتين سكر، كوبايتين ايه ميه، ونص ليمونه. انت هتمشوا على الطريقه لو انتوا شفتوها. شايفين اللفه هتبقى عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا اي نوع سمنه، انا عامله سمنه جنه بتبقى برده جميله في الحلويات حسب ما انت عايزه. الفها كمان اللفه زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها فين؟ هحطها في القالب اهي بسم الله ما شاء الله. هنعمل الكميه كلها وهوريها لكم. احنا خلصنا زي ما احنا شايفين كده الصينيه بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها والجمال بتاعها؟ لازم تتعمل في صينيه مطوله كده، اي حاجه مطوله. وبعد كده هنجيب السكينه وهنقطعها بقى ايه؟ شايفين انا هقطعها مع بعض اهو صوابع صغيره على حسب الحجم اللي انت عايزاه. ننزلها كلها كده السكينه مع بعض اهي قبل ما ندهنها. انا معلقه لكم الكاميرا بسم الله ما شاء الله. هنقطعها مع بعض كده حسب يعني ايه الصابع اللي هي الطول اللي انت عايزاه، مش شرط. بس اهم حاجه تكون دهنه الصينيه سمنه. طبعا دي بتبقى من احلى الحلويات اللي بتبقى في رمضان، لو رحت بره تشتريها غاليه جدا. فاحنا ليه احنا نعملها، وبنعملها كمان كميه كبيره وبتبقى اقتصاديه في البيت جدا، يعني بتبقى اقتصاديه في البيت زي ما انتم شايفين كده التقطيع كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا الصينيه كبيره وفاض من الجلاش برده، قلت برده هعمله في يوم كده حاجه تانيه حلويات تاني لان اللفه كانت كبيره. احنا كده هندهن ايه؟ هندهن الجلاش سمنه، هندهنه كده ايه سمنه بالفرشه كده وندهن سمنه بسم الله ما شاء الله. وهنحطها على الرف الوسطاني لغايه لما تتحمر من فوق ومن تحت. وهنطلع بقى ايه قدامكم كده هنسقيها بالشربات بتاعها، بتبقى جميله جدا وخفيفه وبتبقى سعيده، وقصتك كلها هتتبسط منها جدا، خصوصا لما يكون عندك الاطفال بيحبوها جدا، لان هي اكله يعني بصراحه حلويات مغذيه وجميله فيها جميع كل حاجه. حط المكسرات، حط الفول المدروش، حط اي حاجه فيها مش هتقول لا. كده سقناها السمنه وهندخلها ايه الفرن. طبعا كده انا محميه الفرن واحنا بنعملها بسم الله ما شاء الله على 180، بس تحطها ايه في الوسطاني يعني في الرف الوسطاني، وهوريها لكم قرب ما اجي ايه ما تخلص باذن الله. كده طلعتها من الفرن زي ما احنا شايفين كده.
هنرش عليها ايه القطر اهو. بسم الله ما شاء الله. لازم تعملها القطر بطريقه القطر اللي قلتها على القناه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. احلى ما تشتريها من 1000 محل. حاجه المحلات يعني حاجه البيت بتبقى مضمونه اكتر. زي ما احنا كده شايفين سقناها بالقطر كده. هنسيبها شويه بس ايه صغيرين كده، لما القطر كده يشرب منها يعني ايه تبقى جميله. هوريها لكم وانا بطلعها كده. طلعتها من الفرن زي ما احنا شايفين كده. هنرش عليها ايه القطر اهو. بسم الله ما شاء الله. لازم تعملها القطر بطريقه القطر اللي قلتها على القناه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله. احلى ما تشتريها من 1000 محل. حاجه المحلات يعني حاجه البيت بتبقى مضمونه اكتر. زي ما احنا كده شايفين سقناها بالقطر كده. هنسيبها شويه بس ايه صغيرين كده، لما القطر كده يشرب منها يعني ايه تبقى جميله. هوريها لكم وانا بطلعها.